السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. النهاردة هنعمل مع بعض بسكوت الشوفان، طريقة جميلة جدا وسهلة وصحي في نفس الوقت، وهسمعك القرمشة بتاعته عاملة ازاي. خفيف جدا وجميل، تقدري ان انتي تحطي له مربى شوكولاتة زي ما انتي عايزة تاكليه بالشكل ده. طبعا جميل جدا. يلا بينا نشوف المقادير بتاعتنا عبارة عن ايه. مقاديرنا بسيطة وسهلة، عبارة عن كوباية ونص من دقيق الشوفان الناعم، ومعانا معلقة صغيرة بس تكون مليانة من البيكنج باودر، ومعلقتين كبار من اللبن البودرة، وأربع معالق كبار من السكر البودرة، ومعانا نص كوباية من اللبن، ونص كوباية من السمنة أو الزبدة. شوفي الحاجة اللي انتي تحبي تطعمي بيها البسكوت حطيها، المهم ان المقادير دي نص كوباية. هاخد الكبة بتاعتي، طبعا عشان هي مش كبيرة مش هقدر احط الكوباية ونص من الشوفان، هقسمها نصين. هحط نص المقدار من دقيق الشوفان، ونص المقدار من اللبن البودرة والسكر البودرة، وهقلبهم كويس قوي. وطبعا مش هننسى ذرة الملح الصغيرة اللي احنا بنحطها، عشان انا هنا مذكرتهاش في المكونات. هبتدي بقى زي ما قلتلك ان انا اجمع المكونات بتاعتي دي. حطيت نص المقدار عشان طبعا على قد الكبة، وهحط شوية من اللبن، مش هحط طبعا الكمية كلها، لان طبعا نص الكوباية دي على كمية دي الشوفان اللي هي كوباية ونص. وهضربها شوية بيها، وبعد كده ابتدي احط برضو نص مقدار السمنة او الزبدة. وطبعا انتي لو عايزاها تبقى طعمها احلى طبعا لازم تحطي لها زبدة، بتبقى احلى كتير من السمنة. لو انتي عايزة تخلطي تعملي خليط ما بين السمنة والزيت تقدري تعملي. ولو عايزة تكبري طبعا المقادير اللي انا عاملاها دي تقدري ان انتي تكبريها زي ما انتي عايزة. دلوقتي بعد ما انا خلطتها بشوية من اللبن، هبتدي احط نص مقدار الزبدة معايا، وهبتدي اضربها تاني. بقت معايا عجينة لينة كده زي ما انت شايفة. انا دلوقتي هحطها في الطبق، وهكمل بقية المقدار بتاع دقيق الشوفان في قلب الكبة برضو. هكمل بقيتها، هحط برضو بقية المقادير، دقيق الشوفان والسكر البودرة واللبن البودرة، وهحط معاهم السمنة واللبن. وبعد كده هضرب كل المكونات بتاعتي لغاية ما بتبقى زي ما قلت لك عجينة بتبقى لينة معايا، اعرف ان انا اشكلها. طبعا انا مش هشتغل فيها اول ما بخلصها، انا بسيبها بس ترتاح 10 دقايق. هي بس مجرد ان هي لما بترتاح معايا هتعرفي ان انت تفرديها وما تبقاش متشققة معاكي. يعني دي معلومة كويسة ليكي، ان انت لما تيجي تشتغلي بالذات عجينة الشوفان ما تاخديهاش على طول وتشتغلي بيها، لازم تريحيه 10 دقايق. طبعا احنا مش حاطين خميرة، هي مجرد بس معلقة البيكنج باودر اللي احنا حاطينها لمجرد بس ان العجينة ما تشققش معانا واحنا بنشتغل، تبقى مستريحة. زي ما قلتلك العجينة اهي، يعني كويسة في ايديا عشان اعرف اشكلها. سبتها طبعا تستريح 10 دقايق زي ما قلتلك. بكون بقى محضرة كيس انا فاتحاه. عندك اي حاجة تقدري ان انت تستغني عن الكيس وتعملي بيها زي مفرش سيليكون ولا حاجة، تقدري ان انت تحطي العجينة بتاعتك وهتفرديها بالسمك اللي يريحك. انت لو عايزة السمك بتاعها يكون اعلى من كده هتقدري تعملي. انا برضو ليا فيديو تاني كنت عاملة بسكوت الشوفان بس مش بالدقيق الناعم، بالشوفان الخشن، وكنت عاملاها السمك بتاع البسكوتة سميك شوية، بس دي علشان الدقيق معايا مطحون، انا مرضتش ان انا اخليه سميك معايا علشان يبقى زي البسكوت الدايجستيف اللي احنا بنجيبه من بره. فردتها كده زي ما انت شايفة مفيش تشققات فيها علشان انا سبتها تستريح 10 دقايق. وبعد كده هبتدي بقى ايه ان انا اشكلها. لو ما عندكيش الشكل اللي بشكل بيه تقدري تعملي بكوباية صغيرة تدوريها تعملي منها الاشكال دي. ولو انت مش عايزة حتى الشكل المدور، باي شكل انت عايزاه، شكل نجمة، شكل مثلث، اللي يريحك تقدري تعملي بيه. بعد كده هبتدي اخد الاشكال بتاعتي وارصها في الصينية. الصينية دي انا دهناها نقطتين زيت مش اكتر من كده،
وهبتدي احط عليها البسكوت. وطبعا برضو قبل ما بدخلها الفرن بسيبها برضو ترتاح 10 دقايق علشان تبقى مريحة معايا تبقى كويسة. بعد ما بخلص المقدار بتاعي كله ببتدي ان انا اجيب شوكة وابتدي ان انا اغرزها في البسكوت علشان انا مش عايزاه يتنفخ معايا، انا عايزاه اعمله زي ما بشتريه من بره، علشان البيكنج باودر اللي احنا حاطينه هيديها نفشة صغيرة، فانا مش عايزاها تعلى، انا عايزاها تبقى زي البسكوت اللي انا بشتريه من بره بالظبط. فكده انا كده شوكتها كده بالشوكة، وزي ما قلت لك هسيبها 10 دقايق، وبعد كده بشغل لها الفرن. ما بشغلش الشواية، بشغل الفرن وبحطها في الرف اللي في النص، وبتطلع معايا بالشكل الجميل ده، والطعم بتاعها كمان جميل جدا، وصوت القرمشة بتاعت البسكوتة نفسها جميل جدا، وواضح ان هي بسكوتة خفيفة وجميلة جدا، وطعمها ان شاء الله هيعجبك. وما تنسيش لو عجبك الفيديو ما تنسيش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلك فيديوهاتي، وان شاء الله اقابلكم في فيديوهات تانية.